بالنسبة لنوعية البشر اللي هي بدأت تنتشر في مصر وضواحيها، أحب أقول لهم كفاية كده عشان احنا تعبنا بجد، يعني اهدوا شوية علينا. لأن أنا ماليش أي ذنب إن أنا أبقى نازل رايح مشوار ممكن ما يكونش ليه أي لازمة المشوار ده، بس أنا ماليش ذنب إن أنا أشوف وش ماشي على الأرض عامل كده. يعني أنت قرفان من عيشتك وقرفان من حياتك ومن المجتمع، يعني ما تقعد في البيت لوحدك. ليه تنزل وتحسسنا بكل أحاسيس وحشة مش عايزين نحسها؟ وأنا ناقص اكتئاب؟ يعني أنا ناقص أبص في وشك عشان أكتئب؟ ليه عامل كده أنت؟ يعني بص كده، دي خلقة تقابل بيها ربنا. يعني ليه مكرمش وشك؟ ليه؟ ده انت ظالم وشك معاك والله، وظالم نفسك وظالم المجتمع. انت اللي زيك المفروض يترمي على كوكب المريخ يقعد لوحده، والله العظيم. يعني جرب حاجة جديدة، يعني جرب اعمل كده. حسيت بمجهود سهل جدا. بص طبعا معايا الخطوات. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوة أولى اهو، ابتسام اهو. ابتسمت في وش اللي قدامك، حسسته ان في امل. عايز تقفلها اهو، سهلة جدا، سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة، يعني اي حد ممكن يعملها. فمش كده يا حبيبي يعني. وبعدين ابدأ تغيير بنفسك، هتلاقينا كلنا واقفين حواليك وبنساعدك وبندعمك. لكن هتفضل عامل لنا كده، يعني مش عارف ممكن نعمل فيك ايه الصراحة. يعني عيب، عيب، انت كبرت بقى. ها؟ ماشي.